السلام عليكم، ازيكم يا بنات يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي من اخر مره. يا ريت ما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعليق حلو كده منكم عشان يوصلكم كل جديد وجديد من ابداعاتنا. النهارده جايبين لكم ابداع وتكات وحركات وحاجات كده مش هتخطر على البال. عملنا ايه؟ انتوا شفتوه طبعا اللي عدى ده، باسكت غسيل. عملنا باسكت غسيل من السلك بتاع الشبابيك. حد يصدق كده؟ والله طالع تحفة وجميل ومتهوي ولونه وتكاته وحركاته مفيش بعد كده. انا يعني بعمل لكم الحاجة من حاجة وبلاقي لها 100 حاجة تانية تتعمل منها، مش عارفة ازاي. بصوا بقى، ديت قطعة سلك كانت عندي مش محتاجاها. عارفين اللي هو السلك اللي هو في طبقة بلاستيك ده، مش اللي هو بيصدي، عشان يبقى عندكم خلفية، يعني مش أي سلك. السلك اللي هو فيه طبقة بلاستيك. كل اللي عملته اللي أنا شكلته، خليته مدور. عملت إيه؟ عملته مدور و... وعملته بعد كده إيه؟ شبطته في بعضه. عايزة تعمليه بالخيط ماشي، عايزة تعمليه بحتة سلك حديد عندك. أنا كان عندي سلك اللي هو الحديد الرفيع ده. بص، احنا وصلته السلك الرفيع اللي بيبقى عند بتاع المسامير ده. انا شبطتهم في بعض. بص، بقيت اطلع من هنا وادخل من الناحية التانية، وفي كمان اللي هو بتاع البلاستيك ده ممكن تربطيه بيه. يعني باي حاجة عندك ممكن تشبطيه منه لنفسه. يعني تفتحي كده فتحات وتدخليهم في بعض. يعني انت بص، انا كده بص اهو بشبطهم بعملهم في بعض. بس خلي بالك عشان السلك ده ما يعوركيش، اهم حاجة يعني. بصي تربطي على قد ما تقدري. بص اهو، بقيت ادخل من هنا واطلع من هنا اكني بخيطه، بس بايه؟ بالسلك. يعني بخيطه، مش بخيطه بالخيط، بخيطه بالسلك. وممكن تلزقيه بالمسدس الشمع وتيجي تانياه. يعني تلزقيه بمسدس الشمع وتيجي تانياه. ممكن تتنيهم على بعض. يعني ممكن كذا حل لان انت ايه، اللهم صل على النبي، إن انت تشبطين في بعض تقفليهم اكنهم ايه، اكنهم دايره. ممكن دايره بقى، ممكن مثلث زي السلك ما يجي معاكي. انا عملته دايره. وكان عندي طبعا الخيط، اللهم صل على النبي، الخيط بتاع اللي بيتحط على الصالونات ده، اللي انا عملت منه حاجات كتير جدا جدا. ده شكلته بيه ماشي. يعني مش محتاجين لا غلبة ولا حاجة غير كده. ممكن ما يبقاش باسكت بس، ممكن باسكت، ممكن تحط في اوضه اللعب بتاعت الاولاد، تلم فيه الكركبة بتاعتهم ويبقى شايفين الحاجة اللي هم عايزينها. فاهمين الميزة فيه ان هو مفتوح، تقدري تشوفي الحاجة اللي جواه ماشي. يعني ومتهوي من كل الاتجاهات. تلمي فيه الكركبة، تحطيه في اوضتك في ركن كده. لو كان رفيع شوية وتحطي فيه شوية، يعني ليه حلول كتير ليه. يعني تحطيه منظر. بص اهو، بص بعد ما اتقفل. بصوا، بصوا الجمال. وكبير كبير كبير، يعني كبير. انا عملت ما قصيتش من حتة السلك، عملت على قد حتة السلك اللي كانت عندي كلها. بصوا قد ايه. تحفة تحفة فنية نادرة. عايزين بقى ايه؟ طبقة سلك تانية نعملها ايه ايوه، لزقت الاول البتاع ده، اللهم صل على النبي، اللي هو البتاع ده مش عارفة اقول ايه، البتاع الخيط. يعني لزقت بالخيط. انا مسكت الخيط يا بنات ومسدس الشمع وبقيت الزق. بس خلي بالكم طبعا عشان هو مخروم الشمع ممكن يلسع ايديكم. بالراحة. بتحطي الاول خالص لزقته عند عند الطرف من فوق، عشان اداري بيه الفتحات اللي فوق. يعني اكني تنتها. بصوا بعملها ازاي. بعملها زي عروة كده، فاهمين يعني. بحطها من فوق واتنيها من جوه ومن بره، عشان ما يبقاش السلك طبعا بيبقى فيه حتت تجرح كده، انتوا فاهمين. بصوا بلزقها من بره وبتنيها لجوه، بلزقها من بره وبتنيها لجوه اكني بكسيها بيها يعني. ده اول صف من فوق. دي اهم حاجه، ان انت تظبطي من فوق. يعني ان انت تتني الحاجه اللي انت هتعمليها بيها من جوه ومن بره. بص انا بتنيها ازاي، عشان لما تحطي ايدك ما يبقاش في سلك، يبقى فيه اللي هي طبقه الخيط ده. انا ما اعرفش اسمه خيط ايه والله. مم. عملت كده الحته اللي فوق كلها. بصوا بتعمل ازاي اهي. اه بعد بقى زي ما انت عايزه بقى، 5 طبقات، 6 7 زي ما انت عايزه، عشان اعمل ايه خطوط. لان طبعا مش هكسي كل ده خطوط، فاهماني.
وعشان يعمل شكل حلو برضه بقيت ايه اعمل كل 5 وعندي لونين، لون فضي ولون اللي هو الكشمي اللي هو اللون التاني ده نبيتي. بقيت اعمل واحد فضي واحد نبيتي، واحد فضي واحد نبيتي بنفس الطريقه. بص اهو بحط شويه بس خلي بالكم يجي على ايديكم. بس عشان هو مفتوح ايدك ممكن من تحت لو لبست الشمع هتلسعك. بنفس الطريقه كده بنفس اهو تقصي. وصلت لحد الاخر تقصي وتيجي مقفله وتيجي عامله الدور اللي بعديها. انا بقول بس نستغل الحاجه اللي عندنا، نستغل الحاجه اللي عندنا اهم حاجه، ونعمل حاجه مفيده نستفاد بيها. دور تاني اهو، دور كده واللون كده واللونين عملوا شغل مع بعض. ومتأكدة في حدا لعب بعقلها وخلاها تعملها. صح زهرة؟ يلدز يلدز؟ شو القصة؟ شوفي وين يلدز؟ ما بعرف. وين يلدز؟ راحت على الحمام. انت منيح حبيبي؟ بصوا الجمال، والله هيطلع تحفه والله. بصوا 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 اللونين مع بعض حلوين جدا. احكي مين انت؟ انا بسرعة روح لا تعيط، عم نعمل تحليل دم. ومين طلب هالتحليل؟ مين قال لك تجي لهون؟ ها؟ بصراحة هي أنا اللي قلت له يجي. أساسا مين أنت يا خانم لحتى تخليه يجي ياخذ عينة دم من ابني بدون. بصوا بقى يا بنات، هنا جبنا حته سلك تانية ماشي عشان نعمل لها من تحت. ايوه بصوا عشان نعملها من تحت ان هي تبقى الحاجه ما تحطيها ما تقعش. خلي بالكم برضو عشان السلك ده بيعور والله العظيم بالراحه جدا. انا بصوا انا حطيته وتنيت أهو. حطيت وتنيت وقصيت وقصيت الزياده، حطيت وتنيتها بصوا اهو، وقصيت الزياده هي كده ماسكه. بتطبقيهم في بعض، اتنين في بعض بيمسكوا بعض. طبعا ايوه كده. شلت الزياده اهوت، وبعد كده هعمل عليها خيط برضو عشان ما تعورش حد. يعني بعد ما شلت الزياده هعمل خيط زي ما عملت فوق، هعمل خيط تحت. خلي بالكم الحتت دي بتعور. ايوه عملت بص اهو، عملت خيط من تحت برضو زي ما عملت من فوق عملت من تحت. الخيط كان خلص معايا زودت بالحته دي. عملت على الخط الطوالي برضو خيط عشان يعمل شكل وفي نفس الوقت يداري بيه مكان السلك اللي انا عاملاه. وطلع زي ما انتم شايفين تحفه فنيه. يا رب يعجبكم.